البحري مع المغرب سكان بلدة برباتي الإسبانية التي تشكل عائدات هذا النشاط 25% من دخلها. ويخشى سكان هذه البلدة أن يزيد عدم تجديد هذا الاتفاق من تأزيم أوضاع بلدتهم التي أعلن مجلسها البلدي إفلاسها. لا تبعد برباتي كثيرا عن السواحل المغربية، يشكل الصيد البحري مصدر دخل رئيسي لسكان هذه المنطقة القاسية في جنوب إسبانيا. لذلك ربما لا حديث في برباتي إلا عن التداعيات التي خلفها رفض البرلمان الأوروبي لتمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب. هذا القرار سيقضي على بلدتنا التي تعتمد على الصيد التقليدي رغم اعتزازنا بهذه المهنة. دانييل ورشيد يشتغلان جنبا إلى جنب في أحد المراكب التي طلب منها المغرب مغادرة مياهه الإقليمية بعد صدور القرار الأوروبي. تطول ساعات الانتظار في برباتي وتتناسل الأسئلة حول وضع باقي زملائهم الذين اضطر بعضهم إلى البحث عن لقمة عيشه في موانئ إسبانية أخرى. نحن لا نستنزف الثروات السمكية، نعمل بنفس إيقاع نظرائنا بالمغرب ونرتاح يومين في الأسبوع. يفضل رافائيل كيروس عمدة برباتي استقبالنا في هذه الورشة التي يعد بأنها ستوفر 100 فرصة عمل. رافائيل يدير بلدية دخلت في حالة إفلاس منذ 4 شهور، ويقول إن قرار البرلمان الأوروبي سيزيد من تعقيد الأوضاع الاجتماعية هنا. وحول أسباب رفض البرلمان الأوروبي لتمديد الاتفاق يضيف رافائيل أن اتهامات استنزاف الثروة السمكية وعدم استفادة سكان الصحراء من هذا الاتفاق ليست سوى تبريرات عالية من الصحة. الاتحاد الأوروبي يرى الاتفاق غير مربح ماليا، لكنه لا يرى السلام الاجتماعي الذي يحققه. سلم قد يختفي أيضا في قطاعات اقتصادية أخرى تعول على عودة الأسطول الإسباني إلى المياه المغربية لمواصلة نشاطها وتجنيب عمالها ويلات البطالة. تغيرت نظرة الصيادين الإسبان الذين ضغطوا في السابق على المغرب لتجديد اتفاقية الصيد البحري. الآن يتهمون البرلمان الأوروبي الذي صدق على حد تعبيرهم على قرار خاطئ ستكتشف إسبانيا قريبا نتائجه الكارثية. أيمن الزبير، الجزيرة، من بلدة برباتي جنوب إسبانيا.